بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله قعدنا مع الدرس 60 من دروس استخدام جمل ال SQL داخل الفيجوال بيزك. معلش عايز الناس تسامحني النهاردة عشان عيان، فمعلش استحملوني بقى، أنا عيان صوتي متغير شوية، فإيه استحملوني. هنمشي واحدة واحدة زي ما اتعودنا إن شاء الله. هنعمل زرار جديد كده. طبعا احنا خدنا الاستعلام وخدنا البحث بأنواعه والكلام ده. هناخد النهاردة ازاي نعمل إضافة لجملة ال SQL. ماشي، هنجيب البوتن كده ونعمله ونكتب عليه ايه نكتب عليه إضافة. الإضافة دي اللي هي جملة الانسيرت، نكتب إضافة وندوس عليها دبل كليك ونشوف هنعمل ايه في الإضافة. نكتب ايه بقى هنا؟ هنكتب ديم والسي ام دي زي ما اتفقنا as new، أيوة قولي دي بي كوماند. تمام كده، as new قولي دي بي كوماند بيساوي ايه بقى زي ما اتفقنا كده. هنا علامة كده وبعدين كوما وبعدين ايه، هنا مفيش يساوي، فيه قوسين وبعدين علامتين وبعدين كوما وبعدين الكونكشن بتاعنا. تمام كده. طيب هنكتب ايه بقى جوه جملة الانسرت دي؟ جمل اسمها SQL command زي السلكت، زي ما خدنا السلكت كده وسلكت افريج والكلام ده. هنكتب بقى جملة الانسرت insert ايه insert into table 1. اسم التيبل insert into table 1. عايز insert ايه بقى؟ هنقول اول حاجة نقول الاسماء بقى اللي انت ايه هتحطها بالترتيب، الحاجات العناوين اللي عندك بالترتيب او زي ما انت عايز تحط، بس اهم حاجة هتراعي الترتيب. فانا هفتح كده واشوف بس الترتيب ايه عشان نمشي صح. نفتح من قاعدة البيانات احسن، نشوف البرنامج بتاعنا فين. اعتقد هيبقى هو ده، وهنخش على قاعدة البيانات الاكسس اللي احنا شغالين عليها. ايوه اهي، عشان بس ناخد ترتيب العناوين بتاعنا. نفتحها كده ونخش على التيبل ونقول ايه بقى. اول حاجة الاي دي اوتو نمبر مش هيفرق معانا خلاص، يبقى مش هنشتغل على ايه، على الاوتو نمبر. النيم 1 يبقى احنا هنعمل ابديت للنيم 1 اهو، تيبل كذا نيم 1 كوما بس قبل ما نعمل نيم 1 لازم نفتح قوس وبعدين نعمل نيم 1 وبعدين هناك ايه تاني نمبر 1 واخدها كده. طبعا انا مبقاش حافظ، بس ايه لو انا كتبتها مرة بعد كده ايه ممكن اخدها كوبي في كل شغلي بعد كده. عشري سوري، نحطها هنا عشري وبعدين عندنا نزلت تحت كده عشان نعرف نشتغل داتا 1، نحطها في الداتا 1 كوما نقوله في، وبعدين عندنا ايه تاني بليون مكتوبة غلط دي، نحطها كده ماشي كده ونقفل القوس ونقول له ايه بقى value ونفتح قوس تاني ونحط المتغيرات بتاعتنا بالترتيب. يبقى ناخد دي كده كلها اهي كوبي ونحط في الفاليو اهي كده مظبوط، بس قبل ايه ات. طيب احنا كاتبين نمبر مرتين نشيلها، كاتبينها هناك برضو مرتين. طيب يبقى احنا كده في حاجة ما حطيناهاش، العشري. معلش انا عايزكوا تعذروني عشان طبعا انا تعبان شوية.
ممكن أكون النهاردة إيه مش في الفورمة أوي، ولكن هنشرح برضه حتى لو عيانين هنشرح إن شاء الله. نقول له آت ونقول له 10 ونعمل كوما. أهم حاجة عندي الناس تستفيد. ماشي كده يبقى تمام. طيب يبقى احنا عملنا ايه؟ أخدنا insert into جملة insert into table 1. insert into فين؟ يعني نضع القيم في table 1. فين بقى في table 1؟ name 1 ونمبر 1 و10 وداتا 1 وبليون. كل ده هجيبه منين بقى؟ نقول له value قيمة في المتغيرات دي. طيب يبقى لنا ايه؟ قيمة المتغيرات دي هياخدها منين؟ هو ده السؤال بقى دلوقتي. يبقى أنا هعرف متغيرات دي، أبتدي أعرفها بالمكان اللي هو هياخد منه القيم بتاعته. طيب تعالوا نشوف هنعملها ازاي. طيب نكتب ايه بقى؟ نكتب cmd دوت parameters دوت add ونفتح قوس، نحط علامة تنصيص ونكتب المتغير زي ما اتعلمنا name 1 ونقول له علامة قول دي بي type ونقول له دوت ونقول له ايه بقى varchar وبعدين نقول له دوت value وبعدين نقول له يساوي ونبتدي نحط تكست بوكس عشان نحط فيه البيانات اللي احنا عايزينها. تعالوا نعمل كده ونفتح دي كده شوية عشان ناخد الايه تكست بوكس اهو. نحط الرسوم. هنعوز اولا تكست بوكس، ثانيا تكست بوكس برضو ده الرقم وده العشري، وهنعوز تاريخ برضو تاريخ كده عشان نحط فيه التاريخ، وهنعوز تشيك بوكس عشان نحط فيه التشيك بوكس بتاعه. طيب نشوف الأرقام أو نغير الأسماء. خلينا نغير الأسماء أحسن. تكست بوكس ونكتب كده أندرسكور نيم مثلا، وهنا تكست بوكس أندرسكور نمبر، وبعدين هنا تكست بوكس أندرسكور 10. ماشي، وهنا دي تايم 3 3 مش مشكلة، وهنا تشيك بوكس 2. طيب تعالوا نكمل. يبقى هنا تكست بوكس ايه اندرسكور نيم دوت ايه دوت تكست، صح كده. وهنا لو قلنا ترم برضو مش هيضر عشان ياخد القيمة من غير مسافات. طيب كده احنا عملنا الأولاني، ناخد التاني برضو نعمل نفس القصة بتاعتنا. هنا بس هنخليها نمبر 1 والطيب هيبقى ايه هيبقى نمبر هو نيوميريك. ماشي، وبعدين هنا نقول له فاليو. انتوا عارفين النمبر بنقول فاليو او فال عشان خاطر ناخد الرقم الصحيح. ماشي، طيب وندوس انتر كده، نقف كده وندوس انتر. واللي بعده اللي هو العشري هناخده نحطه هنا. الرقم العشري تقريبا كان ديسيمال، مش فاكر، بس تعالوا نبص عليه بسرعة. الرقم العشري ديسيمال. ماشي، ديسيمال اهو. طيب تعالوا نرجع للموضوع ونكتب ديسيمال، وبعدين نخليها هنا النيم برضو غلط، عايزين هنا نمبر، وهنا ايه وهنا العشري نخليه فاليو بقى زي ما اتفقنا. اي رقم يبقى فاليو واي تكست يبقى ترم. ماشي، وهنا نخليها ايه عشري، وبعدين التشيك بوكس اخد واحدة ثانية وايه نحط كده التشيك بوكس. هنا هنخليه هنا الديت الاول ديت 1 نحطه ونعرفه كده ونديله القيمة بتاعته. هنا ديت ماشي،
وناخده منين بقى؟ ناخده من الديت تايم 3. ماشي، دوت فاليو. طيب ناقص لنا واحدة اللي هي تشيك بوكس الأخيرة. أنا ماشي واحدة واحدة طبعا، أنا كنت ممكن أجهز لكم الكلام ده، بس زي ما اتعودنا مع بعض هنعمله مع بعض واحدة واحدة. بليون أهو. هو الموضوع سهل، انت لو واخده كوبي بعد كده، اصل انت مش هتقعد كل مرة تكتب الكلام ده، انت بتكتبه مرة واحدة وبعدين تبتدي تغير جملة بس الانسيرت او الديليت او الكلام ده، وبتغير الجملة زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله. كده احنا كتبناه، وهنا بس نغير المتغيرات وبنشتغل بيها على طول بعد كده. هنا نخليها بليون، بس بليون صح بقى، ايوه بليون الصح ونخليها هنا تشيك بوكس دوت تشيكت، تشيك بوكس تو دوت تشيكت. ماشي. طيب تعالوا بقى نجرب ونشوف. الأول لسه لازم الجملة دي برضو ناخدها، اللي هي open وال execute. بس ثواني نجيبها بقى، الجملة مش كده، هي المفروض نعمل open دي عشان نطلع الناتج، لكن تاني عشان تنفذ الأمر بناخد الopen اهي، وناخد الكلوز برضو، ونكتب بينهم جملة ال execute. طيب تعالوا كده نشوف جملة ال cmd دوت execute ريدر، ونفتح قوس ونقفل. طيب وبعدين بنكتب جملة، وبعدين بينهم كده بنكتب جملة cmd دوت execute none quiet. ماشي، عشان يسجل او ينفذ الامر بتاعنا ده. طيب تعالوا نجرب نشوف الايرور اللي هيطلع لنا كده، او لو مفيش ايرور ربنا يكرم مبقاش فيه ايرور والدنيا تبقى حلوة. طيب ما رضيش يشتغل. طب ليه ما رضيش يشتغل؟ اقول لكم انا ليه ما رضيش يشتغل. عشان احنا فاتحين الكلام ده لو مفتوح مش هيقدر يشتغل، لازم اخرج وابقى انا واقف كده على الجدول نفسه عشان يقدر يشتغل. طب تعالوا نجرب بس كده اشتغل على طول ازاي. طيب تعالوا نكتب بقى اسم هشام مثلا، هشام اي حاجة. ماشي، هنا مثلا 84، هنا 96.3، وهنا التاريخ هنقول مثلا 23 أو 25، وهنا تشيك ونقول له إضافة. طيب ادانا ايرور عشان في حاجة غلط. طب تعالوا نشوف تعالوا نرجع للكود كده، نقفل الغلط ده ونرجع للكود نقراه تاني واحدة واحدة. طيب بيقولك بقى هنا value insert into table number والنيم والبليون والداتا والبليون. كلمة value دي اسمها values مش value بس. ماشي، يبقى values لأنها قيم مش قيمة واحدة، values كذا. ماشي. طيب في حاجة تانية طبعا نسيناها، اللي هي جملة اللود بتاعة تحميل البيانات في الجدول. كنا خدناها قبل كده، اللي هي تيبل لود، كنا احنا المفروض حاطينها في اللود بتاعنا. طيب اللي هي جملة السلكت الأصلية. طيب تعالوا هنعمل معلش بريفيوس سب كده أو بابليك سب نسميها تيبل لود 1 اندرسكور لود عشان يحمل البيانات تاني زي ما اتعلمنا هناك في الدروس اللي فاتت. وناخد الكلام ده هناخده كده كوبي نحطه هنا، ويبقى احنا كده عملنا لود، وده الطريقة الأفضل يعني. يبقى هنا تيبل، لأن احنا ساعات كتيرة بنحتاج اللود 1 اندرسكور لود. ماشي. طيب كده احنا لود، وهنا هنكتب تيبل 1 لود كده نحمل البيانات بتاعتنا في الجدول. تعالوا بقى نشتغل كده ونجرب ونضيف بقى أي حاجة. محمد البحراوي
ونكتب مثلا 10 هنا 50.3. ماشي. نقول له ايه؟ نقول له اضافة. ايه اللي نزل الرقم اللي عليه الدور. طبعا انا عامل اوتو كود، فاي كود بيتمسح بينزل ايه؟ الرقم اللي بعديه، واللي اتمسح بيتحسب. ماشي. فمش مشكلة الاوتو كود ده، هنتعلم ازاي نبقى نعمل له ترتيب تاني لو احنا عايزين. طبعا احنا في الغالب ما بنعملوش ترتيب، لان ارقام الموظفين مثلا انا ببقى حتى لو موظف اتمسح من الجدول ده، استقال او مشي او اتنقل من القسم، بيفضل رقمه موجود علشان بحتاجه وانا شغال في البرنامج. ما تشغلوش بالكم بالحتة دي دلوقتي، ولكن هنقولها بالتفصيل في البرنامج الكبير ان شاء الله لما نيجي نخلص. بعدين محمد والنمبر والعشري، ونزل الكلام كله ايه مظبوط معانا. طيب كده يبقى احنا خدنا ازاي نستخدم جملة الانسيرت داخل قاعدة البيانات اللي هي الاكسس، وازاي نقدر ننزله على الفيجوال بيزك ويشتغل معانا. اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.